السلام عليكم وتحية طيبة لجميع متتبعين قناة ميس إكرام فيما كنتم. أصدقائي، اليوم غادي نهضروا على أسرار التجارة الإلكترونية وغنقدم لكم مجموعة من النصائح للناس مبتدئين في هذا المجال. إذا قبل ما نبداو أصدقائي، كنتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم. إذا أصدقائي، من بين أهم نصائح وأسرار التجارة الإلكترونية للمبتدئين كنجبروا التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعني ملي تبدا التجاره ديالك، اول حاجه خصك تعملها تنشا واحد الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بحال الفيسبوك في الانستغرام. فكما كتعرفوا ان اكثر من 14 مليون شخص يمكن لك توصل له عبر الفيسبوك، واكثر من 12 مليون شخص يمكن لك توصل له عبر الانستغرام. ولهذا ما خصكش تستهان بهذه المواقع، لان هذه المواقع هي اللي غادي تعاونك باش تزيد المبيعات ديالك. غتبقى تبارطاجي السلعه ديالك. طبعا غادي يكون عندك واحد المتجر الكتروني تكون خدمتيه باحترافيه، غتبقى تبارطاجي اللين ديالو في ديك المواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك في الانستغرام، وتما الناس كيبقاو يوصلوا لعندك. تاني حاجه الالتزام والجديه مع الزبائن ديالك او العملاء. يعني خصك تكون جدي في العمل التجاري ديالك، بحيث انك خصك مثلا الا جيتي باش تسلم البضاعه في خلال 24 ساعه، خصك تلتزم ديك خلال 24 ساعه، 48 ساعه 48 ساعه. وحاجه اخرى، مثلا نتينا بعتي السلعه ديالك لشي شخص عبر الانترنت، جا جبر هو فيه الديفو، نتينا غادي تحدد واحد الفتره الزمنيه اللي يمكن لك ترجع السلعه فيها، وخصك تكون كتوفي بالكلام ديالك. يعني اذا جبروا شي ديفو من السلعه وكان السبب ديال الديفو من عندك اولا من عند قبل ما يوصل لعنده، خصك ضروري تلتزم باسترجاع السلعه، ولكن خصك تكون تحددتي واحد الفتره زمنيه ما يفوتاشي. هادو من بين اسرار نجاح التجاره. نجيو للاسرار. السر الثالث هو استثمار الارباح. يعني الارباح ديالك اللي جنيتيها من التجاره ديالك الاوليه خصك تستثمره. يعني كل ما استثمرتي الارباح ديالك توسع النشاط التجاري ديالك وزادت الارباح ديالك. كيف ما كتعرفوا ان الفلوس كيجيبوا المزيد ديال الفلوس، يعني ما تبقاش عندك واحد النظره محدوده ويكون عندك الربح محدود. هنايا انا قلت لكم الطريقه كيفاش يمكن لكم تستثمروا، والطريقه كيفاش يمكن لكم تجنوا ارباح كثيره. يعني ملي كتربحوا في التجاره الاوليه، واحد الصفقه عملتوها في الاول ربحتوا واحد المبلغ ما لا باس به، ما تطمعش انك تقول صافي انا نستمتع بهاد الفلوس. لا، استثمر، زيد تستثمر ديك الفلوس ديالك في مبيعات اخرى، توسع النشاط التجاري ديالك والى غير ذلك. والسر الرابع، خصك تستعين بالمؤثرين الاجتماعيين والمشاهير اللي كاينين على الانستغرام والفيسبوك وفي اليوتيوب. الناس اللي كيكونوا عندهم جمهور وعندهم متتبعين كتار، يعني هذوك الناس يمكن لهم يوصلوك لكثير من المشترين او الزبائن، خاصه اذا كان المنتج ديالك اللي كتبيعه كيكون فيه مصداقيه وما كيكونش شي حاجه يعني كتكذب في الوصف ديالها ولا شي حاجه ماشي هي هذيك. كتختار تينا بعض المؤثرين اللي كيكونوا يعني عندهم المتتبعين بزاف، وكيكونوا يعني صادقين في الخبر او الاعلان ديال شي منتوج والناس كتثق فيهم، هكذا باش ما كتسهرش انت تينا التجاره ديالك. والنصيحه اخرى، تحاول تجاوب الاسئله الشاسعه اللي كتكون للعملاء ديالك. تينا هنا ما تقدرش تجاوب على كل واحد بوحده، لهذا خصك تعمل في الصفحه ديالك تنشا واحد الصفحه ديال الاسئله الشائعه او معلومه تهمك. يعني تكتب هاد جوج ديال المعلومات وتجاوب على جميع الاسئله اللي تقدر كتطرح عند الزبائن. طبعا ما عاديش تجاوب نتينا، كاينين بروغرامات، يعني كاين الرد الالي او الشات كيكون بوت، يعني كاينين البروغرامات اللي كيخليوك انك تدمج ديك البروغرام في ديك الصفحه ديالك وباش يجاوبوا على الاسئله ديال الاشخاص او الزبائن اللي كيكونوا عندهم شي مشكل في شي منتج. يعني انت ماشي كتبيع لهم ديك المنتج وصافي ما كتخلي لهم شي الاسئله ديالهم تجاوب لهم عليها، ولا المهم خصك تتابعهم هكذا باش كيبقاو يثيقوا فيك، واذا تنزلتي شي منتج اخر كيبقاو يشريو من عندك لان كيكون عندك المصداقيه. والسر السادس او النصيحه السادسه، خصك توصف المنتجات ديالك بدقه واحترافيه. كما كتعرفوا ان الشخص اللي كيشري من الانترنت ما كيكونش يعني كيشري شي حاجه ملموسه، يعني ما كياديهاش بيدو او لا مثلا ما كيشوفهاش يعني نظره كامله. يعني هنايا خصك توصف المنتج، بحال مثلا اذا كنتي كتبيع كريمه ديال مستحضرات التجميل مثلا ديال الميكاب ولا منتج ديال كريم واقي الشمس الى غير ذلك، خصك تكتب في الوصف كالتالي. انا نعطيكم مثلا مثال، اذا كنتي كتبيع كريم ديال الشمس تكتب كريم يحمي ويقي من ظهور التجاعيد.
يحمي من الأشعة البنفسجية، يحتوي على منتجات طبيعية ولا تضر بالبشرة، لا يسد المسام مثلا. يمكن لك تكتب يغذي البشرة ببعض الفيتامينات التي تحتاجها مثل فيتامين أو. يعمل على توحيد لون البشرة وإلى غير ذلك. يعني ديك الكريم خصك توصفه بدقة، وطبعا هذا الوصف خصو يكون ماشي كذوب طبعا. والنصيحة أخرى أو سر آخر اللي هو الرقم 7، خصك تطور وتصمم متجر إلكتروني ديالك يكون يعني التصميم محترف ويكون جذاب. يعني التصميم ديال يعني الشاري اللي كيبغي يشري شي منتوج، ملي كيدخل المتجر ديالك كيجبروا ان ديك المتجر الالكتروني راه كيثير له الانتباه ديالو. كاين بزاف الناس كيجبروا من الله راه صافي خصك تصمم غير واحد المتجر الكتروني يكون عادي، ما فيه لا الوان، ما فيه خلفيات، ما فيه حتى شي حاجه، فحال المحل الحقيقي التجاري بالضبط. يعني بالعكس، حتى متجر الكتروني توا خصو يكون مصمم يعني بواحد الدقه واحترافيه. بحال مثلا عندك متجر ديال بيع المستحضرات التجميل، خصك تختار الالوان اللي كتكون كتناسب ديك المستحضرات، تكون متناسبه معها من ناحيه ان الا كان هاد المستحضرات التجميل كيهم الفتيات خصك تختار الالوان اللي كتعجبهم، بحال مثلا الغوز، الاصفر، الابيض. كاين عده الالوان اللي كتكون مثلا كالم، بزاف د الحاجات خصك تركزوا على هاد الجوانب هذا. يعني ضروري تصمم واحد المتجر الكتروني يكون كيثير الانتباه ديال المشتري. وحاجه اخرى، يعني ملي تكون كتبيع المنتج ديالك خصك مره تعمل ديك العروض وتعمل التخفيضات، باش هكذا الناس كيبقاو مره يطلعوا على المتجر ديالك ويشوفوا لك واش عملتي شي تخفيض في شي سلعه، واش عملتي هكذا باش كتزيد تكسب الزبائن. وهذا كيقولون راه المتجر فلاني او لا شركه فلانيه راه كتعمل واحد التخفيضات المنتوجات ديالها. وطبعا اذا كانوا جربوا المنتوجات ديالك وجبروهم يعني مزيانين وفيهم يعني الصدق وما كتكذبوش عليهم، طبعا غادي هكذا غادي تسجني ارباح هائله، وغادي يجيو لك الزبائن بزاف، وغادي تبقى تحير كيفاش تعمل ترد على كل واحد فيهم، وعاد تحير كيفاش تعمل. يعني خصك تكبر المشروع ديالك. وحاجه اخرى، خصك تستافد من ديك الاراء والتقييمات اللي كيعملوهم العملاء ديالك في الصفحه ديالك. خصك كيفاش غادي تستافد منه؟ خصك تبارطاجي ديك التقييمات ديال الناس ولا التعليقات اللي كيكونوا مزيونين، تبارطاجيهم في مواقع التواصل الاجتماعي بحال الفيسبوك، الانستغرام، هكذا باش كتزيد الناس تثق فيك، خاصه الا كانوا ديك التعليقات ديال الناس كيجاملوا المنتج ديالك. وحاجه اخرى، ملي تجي تصور المنتوج ديالك صورو عن طريق الفيديو، يعني كتبين جميع الجوانب ديالو. كما كتعرفوا ان الشخص اللي كيشوف الحاجه مرئيه وكتكون كتحرك هكذا وكتفتح، يعني اذا كان شي منتوج يعني فيه بزاف ديال الواجهات، ولا مثلا كاين غير مثلا مستحضرات التجميل كما قلت لكم، كاينين بزاف، كاين الاواني، كاينين الالات الالكترونيه، كتبين لهم في الفيديو ان مثلا عندك شي خلاط كهربائي، هاد الطريقه كيفاش كيخلط، ها كيفاش تستعملوها، كيفاش هادي. يعني كتستعمل الفيديو، كتنزل الفيديو حتى هو يعني كتشرح فيه طريقه الاستعمال وغير ذلك، والمنتوج كيفاش كيعمل الى غير ذلك. وكاينه طريقه اخرى اللي هي انك تروج المنتوج ديالك عبر محركات البحث للسيو. بحال مثلا كاين كتعدل واحد الرابط اللي كيقولوا البانك لينكس. هاد البانك لينكس هو صراحه من احسن المواقع اللي كتروج البضاعه ديالك او اللي كتروج لك المتجر ديالك عبر المدونات ولا المواقع الويب اخرى، اللي كتخلي ان النشاط ديالك يوصل للجمهور من نوع اخر. وكذلك خصك تستعملوا كلمه المفتاحيه او الطقس، يعني باش يقدر اي واحد يوصل للمتجر ديالك او لا البضاعه ديالك. وحاجه اخرى، طريقه الدفع خصها تكون متنوعه، يعني ماشي تقتصرش على بطاقه الائتمان ديال شي بنكه معينه، تنوع. عمل مثلا البايبل، عمل ماستر كارد، عمل بزاف ديال انواع ديال طرق الدفع، باش هكذا حيت كاين بعض الواحد كيكون ما عندوش ديك بطاقه ولا ما يكونش عنده ديك طرق الدفع اللي عندك خاصه، تنوع هكذا باش كتستهدف جميع المشترين في جميع الدول. وحاجه اخرى او اللي غنقولوا السر التالي ديال التجاره باش تربح فيها،
خصك تتبع المنافسين ديالك. يعني كاين الناس اللي كيبيعوا نفس المنتوجه ديالك، خصك تتبعهم، تشوف باش تعرف شنو النواقص اللي عندك تقدر تضيفهم، تشوف الاخطاء اللي كتوقع فيها ما تبقاش توقع فيها. يعني ضروري خصك تتبع المنافسين ديالك باش تحسن من الوضعيه التجاريه ديالك. وحاجه اخرى ان عندك مجموعه د المنتجات، مثلا عندك منتجات الكترونيه، الملابس، عندك مثلا مستحضرات التجميل. ما تعملش كلشي مرون، خصك ضروري تخصص او تقسم تصنف هاد المنتجات. يعني كل حاجه عامله بوحدها، باش هكذا ملي كيجي شي شاري يشريها ولا شي زبون كيكون الامر عليه ساهل. والنصيحه الاخيره اللي هي انك تحاول تنشا واحد المدونه. ديك المدونه غادي تكتب فيها واحد المقالات تكون عندها شي محتوى مزيون، ويكون ديك المحتوى كيتعلق بالمنتوجات اللي كتبيع، هكذا باش تقدر تزيد من الزياره ديال المتجر ديالك، وتزيد تعرف على المنتج او العلامه التجاريه ديالك، هكذا باش تزيد الارباح في التجاره ديالك. اذا اصدقائي، كانت هذه مجموعه من النصائح والاسرار اللي قدمت لكم في هذا الفيديو. كنتمنى انكم ما تدعموا هذا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.